نورت بعد كل اللي قلته لك ده. يوم النتيجه جه، الساعه جت، رقم الجلوس افتح، يا نهار ازرق 99%. ايه اللي حصل ده كانت صدمه يعني، بدل انت ما تفرح انت اتصدمت. يعني انا بعد كل ده اجيب المجموع ده ازاي؟ حضرتك اقنعني ازاي ده حصل. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. السلام عليكم ورحمه الله، عاملين ايه يا احبابي؟ يا رب تكونوا بخير، تكون ايامكم كلها فرحه وسعاده ان شاء الله باذن الله. كلامكم الفيديو ده عن واحد بدأ في شهر 4 وجاب 99%. فواضح كده ان الجمله اللي انا قلتها دي مش قصتي، لان انا اصلا يعني كل فيديوهاتي على القناه بدات ان انا بدات من شهر 12، فدي كانت قصه قديمه دي ليا انا. انما انا دلوقتي الفيديو ده مش تبعي خالص، الفيديو ده تبع حد في كليه الازهر، كليه الطب. هو حاليا خلص اصلا وشغال ودكتور، يعني بسم الله ما شاء الله، حاجه كويسه جدا. وكمان هقول لكم على اللقاء بتاعه، بس هو فيديو طويل يعني، فانا اختصرت لكم اللقاء ده في فيديو بسيط علشان انت تستفيد من معلومات وما تضيعش وقتك في فيديو طويل. فاسمع الفيديو كويس جدا وركز في كل كلمه في الفيديو قبل ما تكتب اي تعليق، علشان لو لقيت واحد ما سمعش الفيديو كويس وكتب تعليق ماليش لازمه مش هرد عليه، هعزف التعليق وكأن لم يكن. انما لو سمعت الفيديو كويس جدا وعندك اي استفسار تاكد ان انا هرد عليك على طول. تمام؟ يا ريت بقى قبل ما نبدا قصه الدكتور اللي معانا ده النهارده، ما تنساش سبسكرايب، لايك جميل، وكمان ما تنساش شير لزميلك يمكن يستفيد منها حاجه، لان هي مش مجرد قصه، لا، فيها خطوات وحاجات صحيحه علميه مشي عليها وجابت نتيجه في الاخر معاه. فيا ريت بقى ما تنساش اللي قلت لك عليهم دول، وكمان ما تنساش اخواتنا من الدعاء. ويلا بينا. معلش نسيت، في جروب تليجرام عاملين عليه معسكرات لكل ماده، ان شاء الله باذن الله هنبدا من الاسبوع الجاي، فهتلاقي الرابط فوق التعليق مثبت. يا ريت تنضم كده سريعا علشان تلحق معانا المعسكر من الاول وما تاخرش والدنيا تبوظ معاك. اول حاجه، الشخص ده كان ازهر. يعني ايه ازهر؟ يعني تقريبا عنده 17 ماده، السبع مواد زي التربيه والتعليم. فقارن كده الوضع، ده 19 ماده ولحق وجاب 99، انت مش هتلحق كده هتلحق. وهنا انا هكلمك في نقطه مهمه قبل ما ندخل للقصه بتاع صديقنا او الدكتور ده. اول حاجه لازم تحط في دماغك قبل ما تبدا الفيديو ده، انت عايز تلحق ولا عايز تقعد مكانك؟ ليه؟ لان الوضع كله باختصار، اختصار الفيديو ده يعني، بعيدا بقى عن الخطوات اللي هو مش عليها والحاجات اللي انت تمشي عليها بالترتيب وكل حاجه والجدول والكلام ده، في حاجه اساسيه. انا دلوقتي فاضل 60 يوم مثلا او 70 يوم على الامتحان، انا عايز الحق ولا عايز افضل قاعد مكاني؟ ده السؤال اللي انت لازم تقول لنفسك دلوقتي. عايز تلحق يبقى تكمل الفيديو وتمشي على الحاجات اللي اقول عليها، مش عايز تلحق يبقى خليك قاعد وقف الفيديو وكان لم يكن، روح شوف حضرتك كنت بتعمل ايه عشان ما اعطلكش. ماشي يا محمد، انا عايز ابدا. جميل، ايه بعد كده؟ هقول لك ايه بعد كده برضو علشان اديك تحفيز او علشان اديك سنس كده واخليك تكمل ما تقفش يعني وتصاب بالاحباط. هقول لك اسال نفسك سؤال دلوقتي، انا مستواي ده لو دخلت به الامتحان اجيب كام في المية؟ 50%؟ حلو قوي. 60% برضه حلو قوي. طب فرضا بقى ان انا فضلت بالمستوى ده ال 60 يوم الجايين ودخلت بيه اللجنه، يبقى هتجيب ال 60 وال 50%. طب لو ذاكرت ال 60 وال 50 يوم مش ممكن اجيب 80%؟ 70%؟ انا كده بكلمك شويه في 99، انا بكلمك بتفكير واحد بيفرض معاك حاجه. انا المستوى بتاعي ده يجيب 50%، طب لو ذاكرت وجبت 80%، انهي احسن يا مؤمن؟ اظن كده وجهه نظري وصلت. عايز تبدا او في دماغك انا عايز ابدا؟ طيب لما ابدا اكيد مش هخسر، اكيد ما دام بدات يبقى مش هخسر، اكيد هكسب. فدي حاجه لازم نحطها في دماغك. تمام؟ برضه الدكتور ده عمل كده، وانا كل الفيديوهات اللي فاتت كنت بقول نفس الكلام ده، وجيت بشوف برضه اللقاء بتاعه ولقيته قال نفس الكلام. فده كلام كويس جدا واتمنى ان انت تحطه في دماغك قبل ما تبدا. نيجي بقى على الدكتور ده. اولا الدكتور ده ما كانش ميح في المنهج، عشان ابقى صادق معاك وما اضحكش عليك وما بيعلكش كلام، ما كانش ميح في المنهج خالص، ما كانش صفر في المنهج. هتقول لي ليه؟ اقول له زيه وزي الفئه الاكبر في ثانويه عامه. الفئه الاكبر اللي هم 80% 90% من طلبه الثانويه العامه بتلاقيهم مذاكرين بعض الاجزاء مش مذاكرينها. واحد مثلا خلص احياء في الدرس تلاقيه مذاكر الجزء الاول والدي ان ما يعرفش عنه حاجه. الرياضه مثلا في فرع كده ما يعرفش عنه حاجه. العربي عنده الادب مقفل كده ما يعرفش بيتكلم عليه. فاللي هو في فروع من المواد فعليا ما يعرفش اسامي الدروس بتاعتها فعليا. في مواد تانية هو مذاكرها وسامعها وحايل عليها. فبالتالي ده اللي هو الشخص اللي هو بيمثل الشريحه الاكبر من ثانويه عامه، اللي هو الطالب اللي في النص، اللي عنده مشاكل، عنده تراكمات، عنده الدنيا ضايعه، ولكن هو مش ميح. هتقول ليه؟
بقول لك لان مفيش حد منيح هيلم منك في 60 يوم ويجيب 99%. انا بصراحه ما سمعتهاش دي عشان ما اضحكش عليك وما بيقولكش كلام وخلاص. تمام. يبقى ده كده كان من الفئه الاكبر من الثانويه عامه، اللي هو عنده مشاكل، عنده فروع متقفله، في كتب مواد ما حلش فيها، في حاجات لسه ما راجعتش فيها، فالدنيا معاك كانت بايظه. طيب عمل ايه؟ اقول لك عمل ايه. اول حاجه اللي هو عملها ترتيب وقته وتنظيم وقته. ازاي؟ انا دلوقتي خلصت مثلا عربي مع المستر، تمام. فالمستر قال لي والله الاسبوع الجاي في مراجعه نهائيه وهنبدا مراجعه نهائيه. حلو قوي. انا مذاكر نحو، ما اروحش احضر نحو. انا ما بقولكش ما تروحش، تمام، عشان بس تبقى من الكلام. هو اللي قال كده، قال لك انا مش محتاج حاجه في النحو، ما رحتش. ليه؟ الوقت اللي انا رايح احضره فيه النحو، ومثلا لو في المدينه وهو قاعد في قريه فخد مثلا 3 ساعات مثلا، لا ال3 ساعات دول اذاكر الادب اللي متراكم عليا. فاهمني؟ فبالتالي هو هنا رتب وقته، وعشان كده قلت لك هو بيمسك ورقه وقلم معاه. ايه الاولويات اللي عندي؟ الاولويات ان انا اجيب القصور اللي عندي اللي انا سايبها. فهو عمل كده. انا محتاج مثلا الجزء ده اروح احضره، طب مش محتاجه ما اروحش. انا ايه اللي يجبرني ان انا اضيع 4 ساعات علشان اروح احل نموذجين مثلا في الفرنساوي وانا مش محتاج منه حاجه، مستوى كويس جدا ومقفل في الدنيا؟ ايه اللي يخليني اروح احضر الحصه دي؟ ما اروحش. هو عمل كده. الحاجه اللي محتاجها اخدها، الحاجه اللي مش محتاجها وفر وقتها علشان يذاكروا في ماده تانية. دي كانت اول حاجه. طيب تاني حاجه، انت قايل ان هو في فروع مثلا زي فروع في الرياضه، النحو، فروع زي كده ما اتفتحتش خالص عنده. عمل فيها ايه؟ هقول لك عمل فيها ايه. جاب هو وزمايله، يعني شاف كذا حد كده من البلد بتاعتهم، انت عندك مشاكل في دي او انت عندك مشاكل في دي، او خلاص يعني نكلم مستر، والله يا مستر احنا في الحته دي، يعني عايزين حضرتك تجيب لنا الزيتونه كده وتلمها لنا بحيث ان احنا نسمع الشرح بتاعك ونروح نحل نقفلها. وفعليا ده اللي حصل. جاب مدرسين في بعض المواد الفرعيه الفقهيه والشرعيه علشان يفهم بعض الاجزاء فيها. الرياضه كان في فروع ما يعرفش فيها حاجه خالص، جاب فيها مدرسين يشرحوا له الفروع دي هو وزمايله وذاكرها وحل عليها وظبطها. يبقى دلوقتي هو عمل 3 حاجات ما ينفعش ان انت ما تعملهمش. اول حاجه انه اقنع نفسه انه خلاص ان شاء الله باذن الله بعد توكل على الله الفتره اللي جايه دي في بركه، في وقت ان انا الحق، يبقى انا هلحق واعمل كده مع نفسه فعليا. وبدا وتوكل على الله. اكيد في شويه قلق وتوتر ماشي، بس هو خلاص بقى 90% من تفكيره ان هو يلحق وان هو يلم. ده اول حاجه. تاني حاجه ان هو بعد ما توكل على الله بدا يرتب وقته. انا محتاج الحاجه دي حبيبي، مش محتاجها طيارة. وانا كنت بقول كده اصلا في الفيديوهات اللي فاتت برضه، كنت بقول لك الحاجه اللي بتضيع وقتك، الحاجه اللي انت مش محتاجها شوطها. فهو ده اللي بقول لك عليه. الحاجه اللي انت محتاجها اعتمدها، ركز فيها. انت مش محتاجها في داهيه طيرها، مش فاضل 60 يوم. فاهمني؟ فطير شوط. كذلك الامر. طيب الحاجه الثالثه المهمه اللي قلت لك عليها برضه اللي هو عملها، ان هو جاب مدرسين ليه هو وزمايله في الاجزاء اللي هو واقع فيها يشرحوها له. هتقول لي اقول لك والله انت دلوقتي مثلا مش عارف تروح في الرياضه او في النحو او في الاحياء جيولوجيا ايا كان، انت مثلا عندك مشاكل في المواد دي فيها. لما اجيب مستر ياخد 200 جنيه 300 جنيه وانا وزمايلي مجمعين ونديه المبلغ ده وان هو يلم لنا الفرع اللي واقع مننا او الجزء اللي واقع مننا من الصفر، هقفله احل عليه كان لم يكن. هو عمل كده والحمد لله زي ما قلت لك جاب 99%. فزي ما قلت لك دي ما كانتش قصتي، ودي الخطوط العريضه بتاع القصه، علشان زي ما قلت لك اللقاء طويل جدا. وهو بالحق هتلاقي الرابط في الوصف لو حابب تنزل تشوفه كان بقى تمام. بس هو طويل وانا اختصرت لك الفيديو بتاعه وقلت لك ما في القصه، يا ريت تكون فهمت الكلام اللي هتمشي عليه وتكون عرفت هتعمل ايه. في نهايه الفيديو حابب اقول لك ان انت ثانويه عامه دي نقطه في حياتك، نقطه في حياتك. ركز في كلامي لان الكلام ده تحتاجه في الكليه، انت هتتسحل فعليا في الكليه. فمالكش دعوه بان هو هلحق ما لحقش والكلام ده، انت ابدا وتوكل على الله، مش هتخسر اي حاجه. حتى لو كنت صفر ابدا وسيبها على الله. زي ما قلت لك هجيب 50%، لا انا هجيب 60% احسن، هجيب 70% احسن، وهكذا. الموضوع ثانويه عامه ملهاش لازمه، وهتعرف كلامي لما تدخل الكليه ان شاء الله. اعمل اللي عليك وسيبه على الله، وان شاء الله باذن الله هتلحق وتوصل للي انت عايزه، او لو ما وصلتش اللي انت عايزه هتوصل لحاجه كويسه احسن مما انت عليه. وفي نهايه الفيديو حابب افكرك بالايه اللي هي دايما بتمثلني في كل شيء، واللي دايما برجع لها اي مشكله بتحصل معايا برجع للايه دي. افتكر قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له. الآية دي لازم تكملها على بعضها كده، الآية والجزء اللي بعديه والآية اللي بعديها. يعني ربنا أكيد هيوفقك، بس أنت ابدأ وتوكل عليه، وإن شاء الله بإذن الله أيا كانت مشاكلك، أيا كانت الضربات اللي عندك، ربنا بإذن الله يوفقك في الحاجة اللي أنت عايزها. أيا كان تقصيرك تأكد إن ربنا بإذن الله كرمه واسع وعطفه واسع جدا، ولكن ترجع بصدق،
ترجع مع الاخذ بالاسباب، وانيبوا الى ربكم واسلموا. يبقى انت لازم تمشي وتاخد بالاسباب وتتوكل على الله حق توكله، وتاخد بالاسباب وتعمل اللي عليك في الجزء اللي انت هتتوب فيه وترجع فيه لربنا، وتاكد ان باذن الله ربنا هيتقبل، وباذن الله ربنا هيوفقك بكرمه وعفوه مش بمجهودك. تمام؟ فاتمنى في نهايه الفيديو ما تنساش حتى من الدعاء، ما تنساش لايك جميل وسبسكرايب، وكمان ما تنساش شير لزميلك يمكن يستفيد، وكمان ما تنساش جروب التليجرام علشان نبدا معسكرات مع بعضينا ونلحق نلم المنهج.